حضور مميز وأنيق لأسود الأطلس بفضاء المعرض الدولي للكتاب. المناسبة كانت فرصة لتجديد التواصل المباشر مع الجماهير العاشقة لهذا الجيل المميز الذي تربطه علاقة خاصة بماضي حاضر ومستقبل المملكة رياضيا وعلى مستوى ترسيخ القيم الراقية. وجود المنتخب هو عبارة عن فرحة كبيرة للأطفال ديالنا لأنهم متشبتين بالأسود الأطلس، وزيارة المعرض جات لنا اليوم غير كمفاجأة ولقيناهم وفرحانين بهم بزاف. وشكرا شكرا لمعرض الكتاب وشكرا للمنتخب المغرب ديالنا وشكرا أسود وديما أنا مفتخرة لأنني شفت الركراكي. أنا فرحان بهذه الزيارة لمعرض الكتاب، وجات صدفة تلاقينا بالمنتخب الوطني المغربي، وبغيت نوفق المنتخب الوطني المغربي ديك المسيرة اللي داروا لنا في كأس العالم، وشكرا للمنتخب المغربي. On a des objectifs اللي غيكونوا élevés إن شاء الله نفرحوا الشعب ديالنا. وجاءت هذه الزيارة لحضور ندوة لتقديم موسوعة مغاربة العالم للاعبي كرة القدم من أجل فهم علمي لدور مغاربة العالم في استدامة تألق الكرة المغربية في أفق خلق آلية مستدامة لمتابعة المواهب المغربية في كرة القدم عبر العالم. فرحانين بكم وفخورون بكم. يعني تضم الموسوعات 689 لاعب مغربي كيلعبوا في القارات الخمس في اكثر من 400 نادي و400 مدينه، ويلعبوا في جميع دول العالم بما فيها الهند وتايلاند. اذا هاد فيهم النصف كيلعب في الفريق الاول، وفيهم يعني جميع يعني نقول التخصصات من حراس المرمى، من المدافعين، من المهاجمين، من الهدافين. اذا هذا كان وضع واحد قاعده بيانات يعني اولى من نوعها لرهن يعني جامعة الملكة لكرة القدم ورهن السيد المدرب وليد الركراكي من أجل الاستفادة من هذه اللاعبين المغاربين، من أجل تدعيم الفريق الوطني، ولكن من أجل يعني السير به إلى الأمام إن شاء الله للحصول على كأس أفريقيا 2024، وإن شاء الله الإعداد أيضا للحصول على كأس العالم 2030. مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى جانب باقي الفاعلين يعملون على الاستثمار الإيجابي في إنجاز الوسود على مستوى القيم الإنسانية والرياضية إلى جانب مختلف الجوانب الأخرى.